أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. لا هي شيخ المحشي ولا هي كوسة بلبن، صايرة بينهم. يلا مع بعض نبدأ أول شي بحمص أو حشوة الدجاج. راح نضيف شوية زيت نباتي. بدأ يسخن عندي الزيت، راح أضيف مكعبات البصل، راح أضيف معه كمية حلوة من الثوم المهروس وأستمر بالتقليب. انحمس عندي البصل مضبوط، راح ننزل الآن الدجاج المفروم. ممكن ترى تسوونها باللحمة المفرومة، ونستمر بالتقليب لحد ما يتغير لون الدجاج. استوى عندي الدجاج، تغير اللون. الحين الإضافات تبي تكون فقط ملح وفلفل أسود وشوية قرفة اللي هو الدارسين مطحون. نقلبها ونروح للخطوة اللي بعدها. طبعا الكوسة راح نحفرها بالطريقة المعتادة، الحفر العادي، وراح نحشيها بالدجاج 3/4. ليش؟ لأن مهما كان ما فيها رز صح، لكن الدجاج أو اللحمة تاخذ راحتها بالطبخ، فراح نحشيها 3/4. خليها بالصينية ونروح للخطوة اللي بعدها. تركت الكوسة تنحشي على جنب، نجي هنا نصلح الصوص اللي نبي نطبخها في بالفرن. عندي هنا طحينة، الكميات على حسب كمية الطحينة اللي بتسوون. وعندي هنا الزبادي، معجون الطماطم اللي هو الصلصة، وعندي هنا شوية ثوم، عصير الليمون والموية. آخر إضافة حطيتها الملح والفلفل الأسود، وأحركها ويكون القوام الكريمي إلى خفيف شوي. بعد ما حشينا الكوسة نقليها بالزيت الحار بهالشكل لحد ما يطلع لونها على الذهبي. طلعتها من الزيت، خلوني أوريكم اللون. من جمال اللون جمال الريحة. الآن الخلطة حقتي الصوص راح أصبه ودخلها الفرن والقلاية الهوائية تقريبا 10 دقائق ربع ساعة بس يتجانس وياخذ النكهة. ندخلها الفرن الكهربائي أو القلاية الكهربائية بس تقريبا 10 دقائق تتجانس.